عايز اوجه كلمتين لعم الحاج محمد رجب اللي بيطلع على قناه الزمالك، صاحب وانتيم سياده المستشار مرتضى منصور وكبير المعرضين في قناه الزمالك. فاحنا من هنا قررنا ان احنا كل يوم هنجيب واحد من الطبالين اللي بيطلعوا على قناه الزمالك ونقول لكم ماضيه الاسود ونقول لكم هو بيعمل ايه وبيهبب ايه كل يوم على قناه الزمالك للكوميديا والضحك. عم محمد رجب امبارح طلع على قناه الزمالك وكان بيعمل حاجتين، كان بيفخم سياده المستشار وبيلقح وبيغلط في الكابتن محمود الخطيب. وانا برضه مش هقول فين المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لان خلاص الحاجات دي بقينا متعودين عليها على قناه الزمالك. عم الحاج محمد رجب بقى امبارح كان بيتكلم عن ايه؟ بيقول لك ان مرتضى منصور مسلف الزمالك. والله بيقول لك كده، يعني بيقول لك ايه، الزمالك مديون لمرتضى منصور مش مرتضى منصور اللي مديون للزمالك. دي نقطه. تاني نقطه كان بيتكلم عن 230 مليون اللي كان متبرع بيهم تركي آل الشيخ للنادي الاهلي، وان قد ايه الكابتن محمود الخطيب حرامي، يعني سوري في اللفظ، وقد ايه ان الفلوس دي راحت فين، وان الفلوس دي اتسرقت ودخلت في حساب الكابتن محمود الخطيب. ده بصرف النظر ان بتاع تحيا مصر كمان اللي هو المسؤول او المتحدث الرسمي بصندوق تحيا مصر طلع وقال ان الحاجات دي كلها تسلمناها من النادي الاهلي، وقال كده في تصريحات رسميه وعلى الهوا، ما هوش تصريح مكتوب ولا في مجله ولا كلام من ده، لا طلع على الهوا مع عمرو اديب وقال احنا تسلمنا الحاجات دي. بص بقى محمد رجب طلع يقول لك ان مرتضى منصور تركي آل الشيخ كان اهدى له 151 مليون فهو حطهم في الزمالك، وكان اهدى له كمان مليون دولار فهو برضه حطهم في الزمالك. طب احنا عايزين نسال الاستاذ محمد رجب كام سؤال كده، معلش يا عم الحاج. دلوقتي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك اللي كان جايبه تركي آل الشيخ وتكفل بكل مصاريف الصفقه سواء في حاله الشراء وسواء في العقد الثلاث سنين اللي قعدوا فرجاني ساسي في نادي الزمالك. دلوقتي فرجاني ساسي مقدم شكوى في الزمالك علشان ما خدش باقي مستحقاته. فين بقى فلوس فرجاني ساسي اللي تركي آل الشيخ دافعها كلها؟ طيب حاجه تانية، حمدي النقاص برضه مرتضى تركي آل الشيخ هو اللي مشتريه من نادي النجم الساحلي وجايبه نادي الزمالك ودافع كل مستحقات الصفقه بالعقد كمان اللي كان هيقعد بيه او اللي قعد بيه حمدي النقاص في نادي الزمالك. ممكن تقول لنا او تجاوبنا ليه حمدي النقاص رافع قضيه على نادي الزمالك في الفيفا علشان ياخد مستحقاته؟ احنا عايزينك بس يا عم الحاج زي ما انت بتطلع تقول يا خطيب وفوقه ويا دوله ويا ناس وفين وفين وفين، احنا عايزينك بس تجاوبنا على السؤالين دول. فين فلوس فرجاني ساسي؟ وفين فلوس حمدي النقاص؟ وفين ال 151 مليون اللي انت بتقول عليهم؟ وفين المليون دولار اللي هو اداهم لمرتضى منصور واتبرع بيهم لنادي الزمالك؟ يا عم حرام عليكم، ده الزمالك مليان عمولات وسمسره في الصفقات اللي فاتت دي. ده فعلا لو حد دور وراكم هيطلع وراكم بلاوي سودا، وصدقني والله هتتحبسوا وما هتطلعوا من السجن بقيه حياتكم. ولكن بقى هنقول لمين؟ ودن من طين وودن من عجين. وكل يوم زي ما وعدناكم هنمسك واحد او هنستلم واحد من الطبالين او شله الطبالين اللي بيطلعوا على قناه الزمالك الكوميديا والضحك كل يوم، ونقول لكم على تصريحاته على ماضيه الاسود. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. السلام عليكم.